السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله وانتم كتتابعوا في هذا الفيديو الإخوان. كما كتلاحظوا الآن بعد كملنا هذه الزراعة ديال النيورة من الزريع والتخلاف، دابا إن شاء الله حنا كنردموا السينتا. بالنسبة للناس اللي كتسولني على زراعة الفلفلة، إن شاء الله غادي نعطيكم بزاف د المعلومات على هذه الزراعة ديال النيورة وكذلك الزراعة ديال الفلفلة. كما كتلاحظوا الإخوان بالنسبة للسينتا، السينتا ملي كنستكملوا الزرع خصنا ضروري نردموها، حيت السينتا ملي كيسخن الحال السينتا كتطلق، وملي كيبرد الحال السينتا كتجمع. خصنا ضروري اول حاجه خصنا نردموها الاخوان على هذه الطريقه هذه. كنديروا لها الحفره، كنحاولوا نغرقوا لها شويه مزيان، يعني كما غرقنا لها مزيان السينتا واخا كتسخن ما كتحلش على هذه الطريقه هذه. ها على هذه الطريقه هذه بحال هكا، ها وكنحاولوا نصدموا عليها. وقال لك يعني ملي كنصدموا عليها هذا الشكل هذا، واخا السينتا ما كتبغيش ترجع. ولا هذه الخدمه هذه راه زوين حسن، وهذه الخدمه هذه راه زوينه بالنسبه للزراعه ديال النيورة اللي تشوفوها الاخوان. تبارك الله هي اللي كنا خلفنا اللي كنا زرعنا، ها انتم تبارك الله راه زوينه، ها انتم يعني كلها شاده تبارك الله. دابا هذه حاليا ان شاء الله راه حنا كنزيوها، دابا غادي نحاولوا ان شاء الله هاد واحد اليومين وان شاء الله غادي نجيبوا البهايم وغادي نحرثوا عليها نقشوا عليها. خص ضروري هاد الزراعه ديال النيورة تنقش عليها. بالنسبه لنقش عليها خصك تنقش عليها من لهنا، تحط عليها من لهنا وتعرض عليها من لهنا على هاد الطريقه هذه، اولا تخدمها بالصابع بحال هكا. حيت هاد الخدمه هذه مزيانه بحال هكا، تضرب عليها التراب من هنايا وتضرب عليها التراب من هنايا بحال هكا على هاد الشكل هذا. ها انتم ها بحال هكا هكا كتجي. الا حطوا معنا ها انتم يعني الزريعه كتجي واقفه. هي الخدمه ديالها بالصابه زوينه، ولكن كتشد شويه الوقت. الناس دابا تقريبا كلها ولات كدير الخدمه ديال الحرث، كيحرثوا عليها بالبهايم. حتى البهايم مزيانين. حاول ملي يكون كتحط بالبهايم حاول دائما الفلفله تجي واقفه بحال هكا على هذا الشكل هذا. انتم يعني كلها كتجي واقفه، ما خصهاش تجي ناعسه لا كانت مايله. داكشي علاش الخدمه ديالها خصها تجي على الطريقه هذه. الاخوه اللي كيسولون على الفلفله الرباطيه اللي باغا الزريعه ديالها نقله، راه كاين الثمن ديالها واصل 3800 المتر. بالنسبه للمتر الاخوان ديال زراعه الفلفله شحال يمكننا نزرعوا فيه من الخط ديال 50. دابا بالنسبه كل ما كانت الحوض عامر راه يزرع لك تقريبا حتى 10 ديال الخطوط، يعني 10 ديال الخطوط بحال هادو. ولكن المسافه ديال الفلفله ماشي هي المسافه ديال النيورة. الفلفله ضروري تخلي لها 35 ديال السنتيم، حيت الفلفله كتعرض كتطلق الفروع بزاف باش كتكون مهاويه. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وتنساوناش بالدعم ديالكم في القناه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.